تعددت الأسباب والهدف واحد. بعضها هناك مسألة يجب أن نشير إليها بهذا السياق، وهي أن امتلاك حزب سياسي بهذه الظرفية هو مكسب مادي، لأن هناك أحزاب الآن يحضرها أصحابها للبيع. لا يمكن لأي شخص أن يترشح إلا من خلال حزب، وبالتالي هذه هي فرصة ملاك هذه الأحزاب لبيعها، والأسعار تتراوح. بعضها يمكن أن يباع ب60 مليون أوقية. فقط لأضعك في الصورة، لأن هذا هو السبب الأول لتكاثر هذه الأحزاب، ونفس الشيء هو تكاثر مم. الصحف وتكاثر المواقع لأسباب المنفعة، وليس لأسباب حمل هم الشعب بشكل عام. لأن الكثير من هذه الأحزاب الآن الموجودة والمصرحة ماذا فعلت على أرض الواقع؟ هل هناك أي إنجاز لهذه الأحزاب؟ وعندما أتحدث عن حزب مثل التكتل وحزب مثل تواصل الإسلاميين، هؤلاء كانوا في العشرية يتظاهرون بحمل هموم الناس، وبعد العشرية الحاكم الآن هو أحد رموز العشرية، هو الرجل الثاني في عشرية والعبد العزيز، والآن لا يسمع لهم صوتا. لا يتظاهرون من أجل إزهاق أرواح المواطنين الموريتانيين على الحدود الشمالية، ولا يتظاهرون من أجل خفض الأسعار على المواطنين الموريتانيين. لا يتهمهم أي قضية وطنية، لا يهمهم إلا مكاسبهم الخاصة وهمومهم الخاصة والصفقات التي يتعاملون مع النظام عليها. لماذا نتحدث عن أحزاب ما دام الواقع هذا؟ الأحزاب السياسية في العالم تحمل هم المواطن، مم. تنشد الخلاص وتنشد التغيير. أما في موريتانيا فالحزب مكسب لقبيلة أو جهة أو لشخص، هو مثل الباص مسجل باسم شخص معين، ولا هم له، يعني لا يحمل الهم العام. وهذه مسألة. الآن عندك 25 حزب، هذه 25 حزب فيها الكثير من المغالطات، لأن 16 حزبا منها للنظام تحت تسميات مختلفة، طيب. وتسعة منها فيها أحزاب قديمة مثل التكتل ومثل تواصل، وهذه أحزاب كبيرة. لكن المواطن الموريتاني الآن لا يعلق عليهم أي آمال، لأنهم خدعوه. ظل في مرحلة معينة طيب. لأنهم كانوا في الساحات يتظاهرون من أجله، وعندما حصلوا على مبتغاهم في فترة الرئيس الحالي الآن ولي الغزواني سكتوا. الواقع الآن أسوأ من العشرية. لماذا لا نرى هذه الأحزاب؟ لماذا لا تقود مظاهرات؟ لماذا لا تطرح مشاكل المواطن؟ مم. كلهم على الصامت. نعم. طيب.